من اسرع الحاجات اللي ممكن تعمليها في الجو الحر ده، واسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها في الجو ده. حاجه كده بترطب على القلب، طعمها خطير، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. النهارده هنعمل قدره قادر او كيكه الكريم كراميل بطريقه سهله وبسيطه وطعمها خطير. نبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه هنا انا هبدا بيها، هجهز الكريم كراميل. معايا 3 كوبايات لبن او 3 كوبايات حليب، هنزل عليهم بكيسين كريم كراميل، اللي هي البودر. هنزل عليهم ب3 معالق لبن بودر، وممكن تستغني عنها لو مش موجود. هقلبهم بقى كويس قوي على البارد قبل ما ارفعهم على النار. هجيب بقى القارب بتاعي او ممكن الصينيه البايركس الالومنيا المتاحه عندك، ما تصعبيش حاجه على نفسك. هنزل بقى بكيسين صوص الكراميل، هوزعهم بقى كويس، وبعد كده ارفع الكريم كراميل على النار، ايدي مستمره فيه في التقليب. اول ما ياخد معاكي غلوه واحده تشيليه من على النار، احنا مش عايزينه يتقل على النار، يدوب بس ياخد غلوه واحده. انا كده شلته من على النار. هنزل بقى بيه، هصبه كده وهو سخن في القارب بتاعي، ومش هدخله التلاجة، هسيبه جنبي على رخامه يجمد شويه. نحضر بقى مع بعض الكيكه. معايا بيضتين بدرجه حراره المطبخ، هنزل عليهم بكيس فانيليا، نص كوبايه سكر، نص كوبايه لبن، نص كوبايه زيت. هرفعهم بقى في الخلاط لغايه ما الاقي السكر بتاعي داب. هجيب بقى البوله بتاعتي، هنزل بكوبايه دقيق، هنخلها بقى كويس، ادخل فيها الهواء، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ذره ملح، 3 معالق كبار كاكاو. انا حسيت ان البوله بتاعتي صغيره، هنقلهم بقى بوله اكبر شويه. وكده الخليط بتاعي، السكر بتاعي داب وكل المكونات دابت مع بعضها كده. هبدا بقى انزل بالخليط بتاعي، وهقلب الكيكه بتاعتي في اتجاه واحد. كده انا خلصت كمان الكيكه بتاعتي، والكريم الكراميل بتاعي جمد وما دخلتوش التلاجة. هنزل بقى بالكيكه بتاعتي على الكريم كراميل. انا كده خلصت الصينيه بتاعتي، وانا مشغله الفرن من قبل ما ابدا في الكيكه على درجه حراره 180. هظبط بقى القارب بتاعي، ولو في اي زيادات وقعت معايا كده همسحها بمنديل عشان متحرقش معايا. هجيب بقى الصينيه الجرانيت بتاعتي او التيفال، هنزل بكميه الميه السخنه بتاعتي واحط القارب فيها وادخلها الفرن على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص. بتاخد من 30 دقيقه ل 40 دقيقه. انا كده دخلتها واستوت وطلعتها. هعمل معاكي بقى اختبار. انا بصي الكيكه بتاعتي استوت، هسيبها بقى تبرد شويه، وبعد كده ادخلها التلاجة لمده ساعتين واطلعها اقلبها على طول. لازم تدخليها التلاجة اقل حاجه ساعتين عشان الكريم كراميل يسقع ويجمد معاكي. كده انا قلبتها بكل سهوله، طعمها حلو قوي، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك وشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في فيديو جديد.